يا ربي، برتنا جدا، مش قادرة انام ابدا. ما عنديش اي حاجة عشان تغطيني. يا ربي ساعدني يا ربي، شو بدي اعمل؟ لازم اغير ملابسي بسرعة عشان البس اي حاجة عشان تدفيني. تمام هدي كويسة، خليني اطوي هدي هون بسرعة بسرعة. يلا تمام، خليني ارجع انام بسرعة عشان غدا عندي شغل، والحمد لله اني لقيت شغل اشتغله. الحمد لله يا ربي. ديما خلاص يا ديما، خلاص يا ديما، خلاص يا ديما، خلاص. يلا يا ديما روحي، يا ديما روحي، يلا يا ديما. انتي بنت منافقة يا ديما. ليش هذا الحلم يضل يتعاود علي؟ ليش ليش؟ شو بدي اعمل انا؟ شو بدي اعمل؟ حتى الدواء مراد قال لي ما تاكليهوش. تعبت جدا. شو بدي اعمل؟ شم شوية هوا بلكي اتحسن. يا ربي ساعدني، ساعدني من هاي المرة اللي بتجيني، ساعدني منها. تعبت لي حياتي، عذبتني، عذبتني جدا. أنا أكرهها. عذبت لي حياتي، عذبت لي طفولتي. أكرهها من قلبي، أكرهها أنا. ديما شو عم تعملي هنا في البلكونة؟ إجتني مرة تانية بالحلم، وأنا ما بدي إياها أفتكرها، ما بديش حتى أريها أبدا. خلينا راضيين يا ديما، ما تقولي هيدا الكلام. يلا ارجعي نامي وما تخافيش، أنا جنبك. لا، كل ما أنام تجيني، ما بديش أنام يا ديما. يلا عندي شغل بعدين في الصبح، يلا. لا ما بدي يا مراد، ما بدي إياها تجيني مرة تانية. أكرهها، أنا أكرهها. هي أمك كيف بتكرهيها؟ عذبتني قوي. طفولتي كانت وحشة جدا معاها، كانت بتكرهني وبتضربني وبتعنفني. ما تبكيش يا ديما، أنا معاكي، انسي الماضي. يلا نروح ننام، يلا أنا رايحة. بتخافيش يا ديما، أنا جنبك يا حبيبتي، بتخافيش، اوعك تخافي. لازم أروح الشغل بسرعة. الله يحميكي وبس. الو يا حضرة الدكتور، شو طلع التحليل تبع ديما؟ ايوه. شو طلع يعني؟ طلع عندها مرض؟ شو صار؟ اسمعني يا سيد مراد، سيدة جيمة عندها مرض نفسي جدا كبير جدا، صعب يتعالج، بس إن شاء الله رح يتعالج بالوقت طبعا. طيب شو هو المرض يعني؟ هي عندها يعني مرض نفسي بسبب اللي عاشته في طفولتها، يعني تفضل تتذكر كده مكانات وأي أشياء كده، أفكارها تبع طفولتها يعني، وتصير يعني بهذا الشكل، وتفضل تقول دواء وأشياء هيك عشان أعصابها. وطبعا لازم تزورني دايما عشان تتعالج بسرعة. تمام، يعني في علاج طبعا؟ أيوة في علاج، بس بترجيك يا سيد مراد لازم تخليها تفرح شوية وتغيري لها كده مزاجها عشان تتعالج بسرعة يعني. فهمتك، شكرا جدا يا سيد حاتم، شكرا جدا. العفو يا سيد مراد، هذا شغلي. شكرا والله.
مراد، انت ليش ما رحتش الشغل لسه؟ هيتأخر عليك الوقت. لا انا اليوم مو بدي اروح للشغل. ليش؟ انت تعبان ولا شو؟ لا مو تعبان ولا اي حاجة، بس قررت اليوم ان نروح كده في مشوار، ننبسط شوية كده. شكرا. تمام يلا، رح روح البس ونفطر ونعمل اي شيء. لا رح نفطر برا. تمام. اوكي رح روح البس ملابسي. شو رأيك في اللبس؟ حلو؟ جنني. شكرا ما تكسفنيش. يلا تمام يلا نروح، انا جهزت ويلا نروح. عن جد متحمسة جدا وفرحانة، اول مرة كده بتعمل لي هيك يعني وتاخدني وما تروحش للشغل. شو هذه اول مرة يعني؟ ايوه اول مرة. تمام يلا نروح عشان ما يتأخرش علينا الوقت. يلا درت حالي ولازم بسرعة اروح للشغل، وهذا اول يوم ليا لازم اتقبل بسرعة. انا حلوة. عن جد حلوة كتير كده، شعري كويس. اكيد رح اجيبهم شكلي ورح اتقبل في هذا الشغل. يا ربي يا ربي. بس لسه ما فطرتش. جت لي فكرة، اخد معايا شوية فلوس واروح اكل في المطعم. الله، تغيرت حالتي من كده لكده. فرحانة جدا. يلا خلينا نروح قبل ما يفوت علي الوقت. مراد عن جد المكان كتير حلو، عجبني جدا، والأكل كمان روعة. عن جد والله شكرا جدا على هذه العزومة الحلوة. خليني أكل، خليني أقعد هنا كده تريح شوية وأكل شوية. والله لذيذ جدا الأكل، الله يجنن. تمام يلا خلينا نحكي شوية كده. أيوة خليني أدخل بسرعة كأنه هذا أحلى مطعم أشوفه في حياتي. لازم أكل كويس وأروح الشغل. يا ربي أسعد يوم في حياتي أعيشه. يلا خليني أدخل بسرعة. ده هو الراجل تبع امبارح، كان بده يخبطني بسيارته الوحشة، عمل نفسه غني وجميل. شو هذا الصبح؟ خليني أصبح على مكانات كده وأشخاص كده بهذه الوحشية. خليني أروح من هذا المطعم أحسن. البنت تبع امبارح دي، ديما، خليني أروح بسرعة وإجي. تمام. تمام مستنياك. تمام. اسمعي انتي، عم تلحقيني ولا شو؟ أنا بلحقك، أنت اللي بتلحقني. أي مكان أروح له ألاقيك أنت في وجهي. والله أنت وحش جدا، إنسان وحش ومتكبر. ابعد من وجهي خليني أروح، ما بديش أشوف وناس مثلك على الصبح. اسمعي أنت ما تعرفينيش كأنه مين. الله مين؟ أنت جي، أنت يعني صاحب المكان عشان تطردني بحالك؟ ما بديش أروح ومش رح أروح لأي مكان، ويلا اطردني. اطلعي من هنا أحسن، وإلا شو؟ رح تضربني ولا شو؟ اسمعي يا رفيف، اسمعي يا مدام رفيف، ممكن تطلعي من هنا أحسن؟ مش هطلع ورح أقعد هنا وقدامك. شوف كده، هنا رح أقعد كده اهو وقاعدة، ويلا اتعال خرجني. الناس وحشين جدا. قلتلك اطلعي. مش هطلع. اطلعي. قلت مش هطلع. امبارح كنت رح اخبطك بالغلط، ولو خبطتني كنت دخلت السجن بالغلط. ايوه عارفه بالغلط، بس كنت حتى طلبت السماح وقلت لي سامحيني واسف، بس انت ما عملت اي حاجه، وانت الغلط مو انا كنت متعديه لحالي كده في الشارع، وانت كنت خبطتني بالعربيه تبعك. قلت اسف. تمام يلا خليني اكل. تمام
البنت دي وحشة جدا، وكمان حكيها وحش. خليني ارجع احسن. هي رجعت يا ديما، فطرتي؟ ايوه. كملتي فطورك؟ ايوه. وانت كمان كملت؟ لسه، بس الحمد لله يعني شبعت. طيب يلا نروح للجنينة كده نتمشى شوية. يلا. مراد، في بنت هناك بتصرخ جنب الشلال، شوف مسكينة هي عم تغرق، لازم اروح انقذها. لا ما تروحيش انت يا ديما، رح اروح انا. مراد خد حالك، ساعدوني ساعدوني، راح اموت يا ربي، الشلال راح ياخدني. ما تخافيش ما تخافيش، رح انقذك. ما تخافيش، يلا انا جاي. تعالي يلا ما تخافيش. لا انا خايفة الشلال راح ياخدني. ما تخافيش، يلا انا حنقذتك. يلا تعالي من هنا يلا. شكرا على انقاذ حياتي. العفو. شكرا. بابا كان امور جدا. شو نقول انا كده، الراجل بجوزته. بس يلا عادي، ابنه انقذ حياتي، الله يجنن. خلاص رح اروح، انا شو عم احكي، انا مغفلة جدا. تمام. ما احلى الصبح والله. البنت كانت رح تموت يا مراد، الحمد لله انك انقذت حياتها، مسكينة والله. ايوه. يلا نروح نقعد هناك. انا شو عم احكي، الراجل عنده زوجته. انا انسانة مغفلة جدا، خليني اروح احسن. الو. نعم. ايوه هم تلاقوا، بس البنت دي حلوة جدا، كيف هي رح تحمل ابني؟ مستحيل. اسمعيني يا ديما، ما تعمليش كده. انا حماتك واعرف كل شيء اعمله. البنت دي اعرفها جدا، امها ميتة واختها كمان مريضة، بس هي بعيدة عندها، تعيش مع ابوها. ايوه بس يعني كيف رح نقنعها يعني وكده، مش عارفة شو بدي اعمل. اكيد انا رح القى الحل، ما تخافيش يا ديما، رح نعمل الحل، رح القى الحل وكيف رح نقنعها وتحمل ابنك وتجيب لكم ابنكم. تمام فهمت، ان شاء الله مراد يوافق. اوعك تقولي له، انا رح اتصرف. تمام. رح ورزيكي يا رفيف، رح تتقنعي وغصب عني. يلا نرجع نتفرج في الفيلم. الله يجنن. ايوه يجنن.